السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألك أحد إلى أين أتجه حتى تسكن نفسي وتشرق روحي وترتاح، إلى أين أتجه حتى أشعر بالمجتمع المحيط بي شعورا عميقا يضفي علي الأنس والراحة والاستفادة، لن تتردد يا من ترتاد المسجد في أن تجيب بأن أفضل مكان لذلك هو المسجد. يا رائد المسجد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سأل جبرائيل: يا جبرائيل، أي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟ قال: المساجد. وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها. إطالتك في المسجد، جلوسك في المسجد، تبكيرك في الذهاب إلى المسجد، تأخرك في الخروج من المسجد، هذه الأوقات التي تقضيها في المسجد هي أوقات لا تقدر بثمن. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ليس فقط وأنت في المسجد قلبك متعلق به، منذ خروجك إلى المسجد وحتى عودتك إليه أنت مشتاق إلى المسجد، محب للمسجد، ترصد الوقت وتترقبه متى تعود إلى المسجد مبكرا. هذه العلاقة بينك وبين المسجد ليست علاقة اعتباطية. عن الإمام الصادق عليه السلام يحدث الفضل من أصحابه: يا فضل، لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدها، ومن كل أهل بيت إلا نجيبها. الناس أولو النجابة، أولو الصفات الحميدة، هم الذين ينبغي أن يكونوا مبادرين إلى المساجد، خاصة وفي المساجد الكثير من الفوائد. فعن أمير المؤمنين عليه السلام 8 أمور يكتسبها أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. هذه 8 تكون لمن يذهب إلى المسجد ولمن اختلف إلى المسجد وكان من رواده المستمرين. اختلف إلى المسجد يعني دائما يذهب ويرجع إلى المسجد، دائم التواجد في المسجد. من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى 8 عن أمير المؤمنين عليه السلام. سنقف شيئا ما مع كل واحدة من هذه 8 حتى تتمثلها وتنتبه إليها يا رائد المسجد، فبمقدار ما حققتها كان انتفاعك من المسجد أكثر وأكثر. الأولى: أخا مستفادا في الله، الأخوة الإيمانية التي تربط بين الناس، يحتاجها الإنسان لشؤون دنياه وشؤون آخرته. فكيف إذا كانت في الله وفي بيت الله ومرتبطة بتلك البقعة المباركة التي تعتبر من رياض الجنة. ثانيا: علما مستطرفا، يعني العلم المنتخب المختار. عادة المسجد يكون مكانا للعلم المفيد الذي تكتسب به الجنان والذي ينفع الإنسان، أو آية محكمة
يسمع الإنسان القرآن الكريم، يطلع فيه على آيات الله عز وجل. أو رابعا يسمع كلمة تدله على هدى، تفتح له آفاق الهداية وتأخذ بيده إلى نحو الرشاد والصلاح والفلاح والنجاح. خامسا رحمة منتظرة، الله عز وجل ينزل رحماته على أهل المسجد ومن يكون في المسجد، فتنتظر هناك رحمة الله. سادسا أو كلمة ترده عن أذى، الإنسان يسمع في المسجد كلمة ترده عن ردى وعن انزلاق وعن ركون إلى الدنيا فينتبه لنفسه. أو سابعا يترك ذنبا خشية، يترك الذنب خشية من الله عز وجل. أو ثامنا حياء، لأن الإنسان في المسجد يشكل له المسجد بيئة ومجتمعا مرتبطا بالله عز وجل. في بيئة الصلاح يتحفز الإنسان للهدى وترك الذنوب والمعاصي، ويتحفز للرجوع إلى الله عز وجل والكون على طريقه وفي سبيله دائما. يراعي آداب المسجد، برعاية آداب المسجد تنتظم كثير من شؤونه وصفاته. فالمساجد بيوت الله عز وجل، قد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا يعني على وضوء طهارة مسبقة طهره الله من ذنوبه وكتب من زوار الله عز وجل. فأكثروا فيها الصلاة والدعاء. في المساجد هي مكان لإكثار الصلاة والدعاء، بالإضافة إلى ما ذكر من فوائد ترجع إلى دنيا الإنسان وآخرته، ترجع إلى بناء شخصيته. عندما يجد الإنسان هذه الأمور في المسجد، من يختلف إلى المسجد قطعا يراها ويجدها رأي عين. تلك الفوائد المذكورة يدل عليها الآخرين ويرشد إليها الآخرين، ويكون محببا للآخرين أن يرتادوا المسجد وأن يختلفوا إلى المسجد، فيكون هو الأخ المستفاد في الله عز وجل لمن يأتي إلى المسجد، خاصة من الأجيال الشابة والصغيرة، يحببهم في أن يلتصقوا بالمسجد أكثر وأكثر، يفهمهم ويشربهم حب وآداب المسجد من رعاية نظافته ونظافتهم، من تطيبهم، من بشرهم في اللقاء، من خفضهم لأصواتهم، من تفقدهم لبعضهم البعض وتكاتفهم وتلاحمهم وسؤالهم عن أحوال بعضهم البعض، بغية لتلمس آلام بعضهم البعض ولرفع هموم بعضهم البعض ولقضاء حوائج بعضهم البعض. هكذا يشكل رائد المسجد عنصر جذب وتشجيع وحث للآخرين على أن يتواجدوا في المساجد وأن يحققوا بركة بيوت الله في هذه الأرض، وأن يحققوا نحوا من مفاهيم ومعاني كون المسجد روضة من رياض الجنة، حيث يجتمعون ويلتقون في محبة الله عز وجل وذكره وذكر آياته وذكر الصالحين محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.